غادي نتكلموا على أخنوش الذي أعلن مؤخرا في خطوة مفاجئة عن عدم ترشحه لولاية ثالثة لحزبه، وبالتالي عدم ترشحه لرئيس باش يكون رئيس الحكومة القادم إلى الحزب ديالو تولى هذا المنصب. هذا القرار المفاجئ اللي خداه رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش كيطرح العديد من الأسئلة، خصوصا للناس اللي متبعين الشأن السياسي، وخصوصا المغاربة الآن كيسولوا علاش بالضبط عزيز أخنوش في هذا الوقيته تختار هذا القرار. ياك هذه رجعنا فقط أسابيع قليلة للوراء كان كيدير الحملة الانتخابية ديالو، كان كيقول بلي حنا اللي غادي نكونوا حكومة المونديال، كان كيذكر بالإنجازات وخيا فقط بروباغوند، كان كيذكر بالإنجازات اللي دارتها الحكومة ديالو، كان كيحث الناس على أنه يصوتوا عليه في الانتخابات القادمة باش يكون هو رئيس حكومة المونديال. كذلك الصحافة اللي تابعة العزيز أخنوش دائما كتذكرنا بالإنجازات ديالو، على الرغم أن هناك كانت واحد الخروقات كبيرة في الولاية ديالو ولا في الحكم ديالو، كانت بحال باي اكزومبل الصفقة ديال تحليات المياه، صفقات الأدوية، صفقة ديال الغاز ولا الغازوال. كاينين بزاف ديال الخروقات اللي قام بها السيد عزيز أخنوش في الولاية ديالو، لكن على الرغم من هذا كان دائما كيحث الناس على الإنجازات ديالو، تيقول لهم صوتوا عليا وأنا ما سيتولى خصوصا حكومة المونديال. علاش في هذا الوقيته بالضبط السيد عزيز أخنوش؟ كنا تكلمنا على هادشي في حلقات سابقة، وكنا كنقولوا يا إما غادي يكون حزب البام عبر عزيز أخنوش ولا شي واحد آخر، يا إما غادي يكون حزب العدالة والتنمية. هاد الحزبين هما اللي غادي رشحهم المخزن ولا غادي يرشحهم الملكية داخل المغرب من أجل على أنهم يكونوا في الحكومة القادمة، خصوصا على أن الملكية ولا الملك محمد السادس خاص يقول شكرا لعزيز أخنوش وما قام به عزيز أخنوش، لأن عزيز أخنوش استحمل وكانت كتوجه ليه جميع الانتقادات والإخفاقات ديال النظام الملكي، لأنه هو المسؤول الأول والأخير ورئيس الحكومة، سواء عزيز أخنوش سواء هذا اللي غادي يجي من بعد، ما هو فقط يخدم المصالح ولا يخدم الأوامر الملكية. لذا عزيز الملك محمد السادس خاصو يقول عزيز أخنوش شكرا لأنك استحملتي